اهلا بيكم في نونا شانيل والحلقه رقم 21 من مسلسل عليك لاي. الحلقه النهارده قويه جدا جدا، وهنعرف فيها تفاصيل واحداث كتيره. اول حاجه ان خلاص ميادة قررت تخلص من سيف بعد ما اتفقت مع مختار السندي ان هي بالفعل هتتجوزه. لكن هو مجرد ما بيكلمها عن سيف وازاي هتخلص منه بتقوله ده موضوع بسيط وسهل وانا هقدر اتخلص منه. وبعد ما بتقرر في الوقت الحاسم بتقول لخالها، وبتقول لي كمان لمرات خالها ان احنا عايزين نتطلق من سيف. فسيف طبعا بيستغرب وبيقول لها ازاي، هو انا لعبه في ايدك تطلقيني وقت ما انت عايزه وترجعيني وقت ما انت عايزه؟ انا مش هطلق. لكن طبعا باباه ومامته بيضغطوا عليه علشان خاطر ياخدوا الفلوس اللي ليهم عندهم. والمفاجاه الكبرى هتحصل دلوقتي، وهي ان مجرد ما هيدخلوا علشان بالفعل يتغصب سيف على يعني طلاق ميادة اللي هو اصلا ما كانش عايزها، لكن فكرة ان هو رافض يطلقها ان هو مش عايز يبقى في ايديها. وقت ما تقول تمام يلا اوكي، وقت ما تقول طلاق يلا اوكي. لكن مجرد ما بيخلص الطلاق وهما بيبقوا خلاص مجهزين الورق اللي هيدخلوا بيه علشان خاطر يخلصوا بيه ورق خال وترجع كل الاملاك ليه، بيتفاجئوا بدخول مختار السندي وان هو بيقول له معلش بقى يا منصور، انا خدت كل حاجتك بيع وشراء من ميادة اصلا قبل ما انت قبل انت ما تعرف. فطبعا بتبقى كارثه كبيره بالنسبه لمنصور. انت اللي بتعمليه ده انا هموتك. هتقول له ما تقدرش، ده انا خلاص مخطوبه لمختار السندي، وتقدر تقول ان انا دلوقتي في عصمه راجل لحد ما تخلص عدتي. طبعا بتحصل كارثه لمنصور الجوهري وبيقع في الارض وبيلحقوه، وتبقى هي دي النهايه اللي فعلا المفترض تكون للشخصيات اللي كانت زي كده. هو ضغط وغصب، فكانت دي النتيجة الحتمية اللي ممكن تكون لمنصور الجوهري، رغم ان هو مش ظالم للدرجة، لكن كل الاحداث اللي حصلت من مراته هو يستحق هذا العقاب. من جهة تانية بنتلاقي ان صفوان بيخسر ابنه، وطبعا دي بالنسبة له بتبقى كارثة كبيرة جدا، وعلى طول بيفكر في اخته روح وان هو انقذها، ان هو موت روح طفل بريء لسه ما ظهرش للدنيا. فربنا قال له يا رب، يعني انت خدت ذنب طفل لسه ما ظهرش الدنيا بابني اللي كبرته وعلمته، طب انا شايل الفلوس دي لمين يا رب؟ طبعا صدمة كبيرة جدا، وبيتوب وبيشوف مريم بيقول لها سامحيني، بتقول له انا مش مسامحاك، وبتطلق منه لان خلاص هو كان اللي رابطها بيه ابنه. فبما انه ابنه خلاص مات هي مش هتكمل معاه، فما بيكونش من صفوان علشان يرجع يشوف اخته. بتبقى الكارثه بقى الكبرى ان هو ما يعرفش ان اخته عملت حادثه وان هي ماتت. وفي كده بقى هو ده الوقت الحتمي اللي بيقرر ان هو يكون مع علي كلاي، وفعلا بيبقوا ايد واحده ضد اللي حصل، وبيعترف له. هو مش محتاج حد يكلمه، هو صفوان بيعترف لعلي كلاي على كل اللي حصل، وان انا غلطان وربنا خد ذنب اختي وابني مات. فهو طبعا بيقول له طب واد اختك كمان واللي انت عملته في اختك هو عاش، لكن ربنا خدهم هما الاتنين. وبيقول له انا عارف مين اللي كان عدو ليهم وعدو ليك يا علي، وانا هبقى في ظهرك وهقول لك على كل خبايا الناس دي. وبيحكي له بقى على الارتباطات والكلام اللي كان يحصل بين مختار السندي وبين ميادة وغندور وخليل وماهر. كل العالم دي كانت متكاتلة عليك. فكده هو عارف اعدائه اللي هو اصلا عارفهم من الاول، لكن فكرة انه كلهم يتكاتلوا على شخص واحد هي دي بالنسبة له كانت الكبيرة. فصفوان بيبقى في ظهره علشان يجيب حق اخته روح، وعلي كلاي بيبقى في ظهر صفوان علشان يجيب حق مراته ويرجع تاني في السوق زي ما كان وافضل. ودي كانت التلخيص للحلقه 21. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الشير واللايك والسبسكرايب. مع السلامه.